بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بأبي وبي لم يقض منهم سيد إلا بسهم عداوة وضغون، فقضى علي المرتضى في ورده ظلما بحد مهند مسنون. وقضت مكسرة الأضالع فاطم منهوكة بالضرب فوق متون. وقضى الزكي المجتبى بالسم من ملعونة عن أمر شر لعين. وقضى الحسين بكربلاء في عصبة تركوا بلا غسل ولا تكفيني. والسم زين العابدين به قضى من آل مروان برغم الدين. والسم باقر علم آل محمد ترك الشريعة في بكى وحنين. حتى إذا قامت بنو العباس لم ترقب بهم قربى لخير أمين. سمى الدوانيقي بغيا جعفرا من بعد توهين وطول شجون. وقضى غريب الدار موسى والرضا بالسم من هارون والمأمون. واغتيل بالسم الجواد وما قضى منه الهدى وطرا بأمر لعين. وقضى الإمام علي الهادي على رغم الهدى بالسم من ملعون. كم واحد من أولادك يا زهر غاب تنوارا، هذا بالسجن ميت وهذا ظل بلموارا. هالعدوان ما بقت بنت حتى مبانيها، سجن وسموم أولادك كل واحد يعانيها. سامر حوت بدرين غابوا في محانيها، واحد في محاني طوس غاب غابة أنوارا.
طوس الجين لو بغداد ولا كربلاء وطيبة، لو الأرض النجف رحتين للي خضبوا شابه، بس واحد بقى منهم وبينا طول الغيبة. متى يطلع ابن حيدر بهمة وياخذ بثار؟ يا والينا متى تطلع وتاخذ ثار من طاحت على الأعتاب وتنادي يا فضة مهجتي راحت، وارتاع الحسن وحسين وزينب بالعجل صاحت. يا حيدر قوم حق أمي علينا شبوا الغارة. متى تطلع يا والينا وتاخذ ثار من طاحوا على الغبرة بفرد ساعة، وحرمهم باليسر راحوا، وحر الصوت يتلاعب على الحرات لناحاو، وراس حسين وياهم ومنه تسطع انواره. حاديهم يطر البيد ليل نهار ما هياد، حرم ويتام عطشانه وعليل بجامعه مقيد، لابن زياد بالكوفة وعليهم بالفرح عياد، وتالي الفرح عندي يزيد لمن وصلوا داره. نفوا عن قعر دورهم كأنهم قد جنوا ما لا يغتفروا. في مثل هذا اليوم استشهد إمامنا الغادي عليه السلام، وفارق الدنيا مظلوما مسموما غريبا. وإماما يا وسيدا. نذكر مشهدين مما حدث بعد شهادة الإمام الهادي عليه السلام. أما المشهد الأول فيقول بعض المؤرخين أن الإمام العسكري عليه السلام خرج على الناس وهو مكشوف الرأس مشقوق الجيب، يحق على والد الإمام الهادي، غريب وفي بلد مضيعة ومسموم مظلوم، وهو حجة الله وهو أعرف الخلق بأبيه. لكن أقول سيدي أبا محمد أنت شققت جيبك، لكن ما نظرت إلى والدك الغادي وهو مقطع الأشلاء وقد طحنت عظامه بحوافر الخيول. أنت سيدي تشق جيبك. أجل شلون حال اللي شاف والده على تلك الحال، محزوز الرأس من القفا مقطع الأعضاء. هو يقول الإمام زين العابدين عليه السلام في الرواية عنه يقول فكادت روحي أن تخرج. بعد تقول لزينب ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية أبي وإخوتي. المشهد الآخر يقول بعض المؤرخين
خرجت جارية، الإمام استشهد يوم الاثنين، خرجت جارية وهي تنادي ماذا لقينا منك يا يوم الاثنين قديما وحديثا. خلفي الجنازة والولد والدمع بداد، ودعتك الله يا سلالة بيت الأمجاد. ورجعوها، يقولوا رجعوها المنزل، لكن ها شتان في امرأة أخرى أيضا وقفت، لكن شتان بين الوقفتين، وشتان بين المرأتين. تلك وقفت تنادي بأبي من عسكره في يوم الاثنين نهبا، بأبي من لا غائب فيرتجى، بأبي من لا جريح فيداوى، بأبي الظمآن حتى قضى، بأبي العطشان حتى مضى، بأبي من شيبه يقطر بالدماء. يقولون الجارية رجعت، أدخلت إلى الدار مع أنها محاطة بعد هناك عساكر وجيوش، لكن رجعت سالمة. رحم الله ملا محمد العراد، يقول ردت ولا واحد من العسكر ضربها، وما حد تدناها ولا واحد رهبها. بس الذي في كربلاء حرقوا خدرها، وتنظر جنايزهم رمية فوق التراب. اللي وجدك يا زين، عدها حريم مروعة ويتام تنعي، وتصيح راحت دولتي وانقطع فرعي، والسبب من يوم البتولة تصيح. ايش سويت ضلعي يكسرون بصاير الباب، يا جد حسينكم رضى وضلوعه، وقاس الموت روعه بأثر روعه، يعاين نسوته وتجري دموعه، يخاف انها بعد عين التيسر. يا جدي مات محد وقف دونه، ولا نغار غمض له عيونه، يعالج بالشمس من خطف لونه، ولا واحد بحلقه ما يقطر. يا ويلتنا يا دبغ الغولة لفوغا، ولجد غيجا وبغول ابوغا، حنت وانقطع ظنها من اخوغا، وشافت بالخيم صول العسكر،
ولمها يا لو أن نجمع مصايبكم، ولمها ما توصل حزن زينب، ولمغا يا حرمة لا أبو عدغا، ولمغا يا ولا أخوتها ويسيرة آل أمية.